فريق غالاتا سراي التركي يعتمد على حكيم زياش لإقناع نجم مغربي مميز بالانضمام في الميركاتو الشتوي القادم. أصبح نادي غالاتا سراي التركي أكثر اهتماما بالحصول على توقيع النجوم مغاربة بعد تمكنه من إقناع اللاعب حكيم زياش بالتوقيع للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية شراء عقد اللاعب. ونشر موقع أهابر التركي خبر مفاده أن نادي غالاتا سراي مهتم بخدمات النجم المغربي بلال الخنوس الذي يلعب في صفوف نادي جينك البلجيكي. وأضاف الموقع أن مدرب غالاتا سراي أوكان بوروك معجب بإمكانيات الخنوس ويراه لاعب الحاضر والمستقبل بالنظر لمستوياته الفنية القوية وإمكانية تطور أدائه بشكل كبير في المستقبل. كما أشار الموقع ذاته إلى أن الفريق التركي ينتظر مساعدة من زياش لإقناع بلال الخنوس بالانضمام إلى غالاتا سراي على هامش لقاء المنتظر في المنتخب المغربي بمناسبة المشاركة في كأس إفريقيا 2023 مطلع السنة القادمة. يذكر أن بلال الخنوس يعتبر من أفضل المواهب الصاعدة بقوة في أوروبا ومطلب للعديد من الفرق الأوروبية، كما يربطه عقد مع فريق جينك البلجيكي يمتد لغاية صيف 2027، بينما تبلغ قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين 18 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. فما رأيكم في المستوى الذي يقدمه بلال الخنوس مع فريقه البلجيكي؟ أليس من الأفضل له الانتظار إلى ما بعد كأس إفريقيا لمناقشة العروض؟ لعله يتألق مع المنتخب المغربي وبالتالي تدخل فرق أوروبية كبيرة سباق الحصول على توقيعه. اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.